السلام عليكم. وكيف العادة والعوايد موزايك في تشويه الدولة هي الأولى باعتراف كل التوانسة. جايبين هذايا يحكي على، شوفوا العنوان: الدولة سوف ستفرض على البنوك توظيف 8% من أرباحها لتمويل مشاريع لا يملك أصحابها أي ضمانات. شوفوا العنوان كيفاش اختاروه، شوفوا يعني الخبث حتى في اختيار الكلمات. وباش نخليكم بعد شوية مع الشخص هذا يفشيحشوا كيفاش قلبوا على البنوك، مش على التونسي، مش على التوانسة اللي كما يقول لها البنوك التونسية معسوا التونسي وطلعوا منه الزيت بالانتريس وبالتيفيا، وكل حركة ينقصوا له دينار و8000 و10000. هذا كل كماراشي ري كيفاش 8%، وكيفاش البنوك اللي جاي على جاي شكون باش يفرض عليها تدفع حق التوانسة. والحق التوانسة في شنو؟ في الصندوق. كل بنكة يعملوا الحسبة 8% ويحطوا. حاسيروا تفرجوا على الفيديو، تفرجوا. موضوع مهم ومهم جدا. القانون كلف البنوك بدفع 8% من الأرباح متاعها في حساب خاص يعتم بعد لمشاريع بدون ضمانات، لا عينية ولا حتى شيء، تصريح على الشرف. نحكيه على 8%. إذا لو كان ناخذ قائم الأرباح اللي عملتها البنوك في 2023 نحكيه على 1500 مليار، وبعد أمبو 2000 مليار، معناها افون امبو نحكيه على 160 مليار. صحيح. 160 مليار مش يمشي في كونت كل عام. البنوك كلها باش تعطي 160 مليار قروض الله اعلم لشكون، معناها بدون فوائد بدون فوائد وضمانات. هو بعد ما سمعتوا الفيديو تو جاه الرد من الشخص اللي معاه بالضبط، خاطر هو هذا الشخص حب يلعب على مشاعر التوانسة، خاطر قلبه على البنوك، على سياده والكرتال متاع البنوك. لكن شاب تونسي يحكي فسر علاش والواش. باركونتر هذا حب كما نقولوها بلغة أخرى يحكي على، نقولوا احنا الفلوس ما نعرفوش عليها وين مش تمشي. يعني هي كما نقولوها الدولة هي باش تحدد وتسنن القانون للناس اللي كيفاش تنجم الدولة. لكن هو ما عجبوش الشيء هذا، خاطر قلبه على البنوك على سياده. لكن الشاب هذا اللي باش تسموه تو اسمه كما قلت لك القانون ما جاش يحكي كان على الشيكات، فما حاجه اخرى ودخلناهم في اطار تدعيم دور البنوك الاقتصادي والوظيفه الاجتماعيه. 3 اجراءات اساسا. اول اجراء كما قلت البنوك كل عام مطالبه باش تنحي 8% من الارباح نتاعها وتحطه في حساب باش تعطي قروض بدون فوائد وبدون ضمانات الاشخاص سواء طبيعيين ولا شركات ولا غيره. هذوما شكون الاشخاص طيب يحددهم بعد باش يصدر امر. دونك هذا الاجراء الاولاني، ويلزمهم تصرفهم البنوك كل عام، تخليش مش تحط في الحساب وما تصرفش. الاجراء الثاني اللي يهم زاد المواطنين برشا، القروض اللي بنسبة فايدة قارة فيكس. خلينا من التفاصيل. اللي يهم المواطنين هما قروض السكن اللي اكثر من 15 سنه. اساسا تجي تعمل حسبه نتاعك اليوم لي زانتيري اللي دفعتهم على 3 سنين الاخرانيين، قداش دفعت فوائد، تحسبهم
وقداش ما زالت تسالك البنك اليوم اون برانسيبال، قداش ما زالت تسالك. كان القروض كان لي زانتيري هذوكم يفوتوا 8% من قداش ما زالت لك تسالك البنك، وانا ناكد لكم اللي كلهم هكا، مش خاطر لوتو اليوم طالع ياسر، دونك الكل لي زانتيري اللي دافعينهم الكل تاع 3 سنين باش يفوتوا 8%. تتوجه لبنكتك تعمل لها مطلب باش تبدل لك التابلو دامورتيسمون هذاك، ملي كنت تدفع في اكس باش تولي تدفع 50% من اكس تو دانتيري، كنت تدفع في 10 باش تولي تدفع 5%. راهو قانون قد انت 8% ودخل حيز النفاذ، ماهوش من كيما بقيه الاجراءات اللي دخلوا. حاجه اخرى قلبهم مليان على البنوك، وحتى ولو فرضوا عليهم 10% التوانسه مع القرار هذا مادام يصب في مصلحه المواطن التونسي. واني كتونسي عندي ثقه في الرئيس قيس سعيد اللي كل فرنك باش يمشي لبلاصته. تحية تونس.